السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم طولنا عليكم شويه الغيبه. المهم البنات اليوم غنشارك معكم واحد العصير اللي كيجي غزال ومزيان بزاف بالنسبه لفصل الصيف. كيجي اقتصادي وكيخرج واحد الكميه اللي هي لا باس بها. وهذا ما كان البنات، كنتمنى يعجبكم وطبعا تصيبوا لوليداتكم. طبعا دوزوا لطريقه التحضير. المهم البنات عندنا هنا الخوخ. بالنسبه للخوخ عندي كيلو. ماشي بالضروري تاخدو واحد هذا طيب، يعني يكون ما قاصحش بزاف. المهم ما تاخدوش هاري بزاف البنات. بالنسبه للخوخ طبعا عندي واحد 4 خيزوات. طبعا ما يعادل واحد نص كيلو. طبعا 4 خيزوات متوسطين، ما كبار ما صغار. طبعا بالنسبه للخوخ راه غنغسلو مزيان البنات، لان غنديرو بالقشور ديالو. بالنسبه لي انا، بالنسبه للخيزو راه نقيته طبعا قطعته على الطريقه هذه باش دغيا يطيب. وعندي الخوخ. بالنسبه للخوخ البنات راه حيدت ليه داك القلب ديالو اللي كيكون في هذاك الراس، هذاك الراس اللي كيكون فيه واحد العود. حيدته وغسلته مزيان لان كيشد وسيخات شويه. طبعا البنات درت واحد الاطرو ديال الماء ودرت واحد الكاس ديال السكر ديال العنبه. بالنسبه للسكر كيبقى لكم اختيار على حسب الذوق. طبعا ملي طاب يعني راه دغيا مع درتو في الكوكوط. عندي هذه مثلجه درتها معاه باش يبرد ليا شويه. بالنسبه لليمون انا غندير مع الليمون. نتوما تقدروا ديروا غير الماء الا بغيتو، لان حتى هاد الماء اللي طاب فيه الخوخ وخيزو البنات راه ما غنضيعوش، غنطحنوا فيه هاد المكونات هادو. بالنسبه لليمون البنات الا كنتو غتاخدوه خدوه القشر ديالو رقيقه بحال هكا. راه بارك الله هذا فيه الماء ما شاء الله، يعني فيه الماء مزيان وخرج لي واحد الكميه. عندي 1 كيلو ونص هنايا ديال الليمون. طبعا حتى هو غسلته. انا ملي كنغسل هاد الخضر بحال مثلا بحال الليمون وهذا كندير واحد الشبيكه وكنحك بها الليمون. تقدروا ديروا حتى الصابون. بالنسبه لليمون راه كندير حتى الصابون يعني فعال سميتو. كنحك الليمون مزيان باش لان فيه شي تقيبات هكا كيشدوا وسيخات. حيت فاش كنا كنعصرو بحال هكا باش ما يبقاوش هادوك وسيخات ما يتسربوا لينا العصير. المهم البنات انا عصرته غير في هذه ديال عصاره يدويه. والله الا عندي ديال الضو ولكن ما فيها اللي يجبدها، وعزيز عليا انا نطحن بيدي بحال هكا. يعني المهم انا من النوع اللي عزيز عليا يخدم بيدو بزاف، يعني ماشي غير بالنسبه للعصير ديال الليمون. وطبعا المهم نتوما كيبقى لكم اختيار، عصروا كما بغيتو. المهم غير بغيت نشارك معكم الطريقه ديالي وصافي. بالنسبه لهاد الليمون البنات خديته زوين. القشر ديالو دائما خذوا الليمون البنات تكون القشره ديالو رقيقه وكيكون رطب، يعني ما يكونش ناشف. لان ملي كتكون القشره غليظه يعني كيكون ناشف، وكتكون القشره يعني لاعبه بزاف، يعني ما كيكونش فيه الماء بزاف. القشر كتشد لينا واحد في الليمونه. ايوا ما كتعطيناش العصير بزاف. ولكن البنات حتى سبحان الله يعني واخا شويه طالع في الثمن في هذا الصيف هذا لان ماشي وقته. آه سميتو يعني زوين يعني يستاهل. وانا كنفضل الليمون مع الفواكه. ولكن الا كنتو نتوما بغيتو تبدلوا بالماء يعني ما كاين حتى مشكل، راه تقدروا ديروا تكتفيو غير بالماء يكون بارد يعني مثلج، راه حتى هو كيجي زوين. نتوما البنات يعني حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا، كنبقاو على هاد الطريقه هذه حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا. عاد كناخذوا بالنسبه لهذا كنحيدوا ليه القلب ديالو. يعني انا ما كنحيدش ليه القشره، كنخليها لان طيبته مزيان. كنخلي هذيك القشره حتى هي كنطحنها. هذا ما كان نصفيه ما والو، يعني لان الا كانت الاله يعني او مولينكس اللي عندكم زوينه كطحن مزيان راه ما تحتاجش انكم تصفيوه. يعني صفيت انا الليمون اللي انا كنت عصرته بيدي هكا وكنت كنصفيه. اما بالنسبه لهذا ما صفيته ما والو لان يعني طحنته الماكينه مزيان. يعني لا طحنته مزيان يعني المولينكس.
وطبعا نتوما كيبقى لكم اختيار، يا تحيدوا لي القشره بالنسبه للخوخ ولا ما تحيدوهاش، ولكن من الاحسن انكم تخليوه مادام انكم غسلتوه مزيان وخليتوه انه يطيب مزيان، وهذا من الاحسن انكم تخليوه القشر ديالو، لانها كتخلي واحد النكهه الا كيكون فيها النكهه زوينه. وهذا ما كان البنات. المهم بغيت نشارك معكم هذا العصير اللي كيجي غزال بزاف وطبعا منعش، خصوصا بفصل الصيف، لان كيخرج لنا واحد الكميه اللي كتكون كبيره بزاف. وطبعا تقدروا ديروه يبقى عندكم حتى 3 ايام وديروه فريغو، يعني عادي على حسب الافراد الاسره. تقدروا ديروا الكميه اللي درت، تقدروا ديروا النص، ماشي مشكل. المهم هذا كاين البنات. كنتمنى الفيديو يعجبكم، خطولنا عليكم شويه، طولت عليكم شويه الغيبه، ماشي بالنسبه للصيف يعني كيكونوا بزاف ديال الحوايج اللي كيديوك على اليوتيوب، يعني ما كتبقاش يعني مركز عليه، ولكن مره نطلع عليكم. المهم كنتمنى تفعلوا لي مع الفيديو، وما تنسونيش من لايك وطبعا اشتراك في القناه. اللي اول مره يشوف القناه ديالي طبعا ما ينسانيش واحد البارطاج الفيديو، وهذا فضل منكم وليس امر. وطبعا كنتمنى يعجبكم الفيديو، عجبكم هذا العصير اللي جربته. بالنسبه للمنمر البنات مثلج ما غنديرش بزاف، لانني غندير عصير ديال الليمون. ها هو صفيته، ها العصير ديال الليمون البنات اللي راه خرج لي واحد الايطرو، لان كان عندي واحد كيلو ونص ديال الليمون. وطبعا غنشل بهذاك الماء المثلج غير هذا، غنزيد شويه د الماء، يعني غير في هاد سميتو نيت. طبعا بالنسبه للسكر راه درتو ديجا، درت كاس مع الخضره اللي طيبت، الخيز والخوخ. وانتم كيبقى لكم اختيار، انا ما كنبغيش يكون حلو بزاف، طبعا انا ما زدتش ليه السكر، خليته كما هو. المهم هذا هو الخليط ديالنا البنات، كيجي على هذا الشكل هذا. ومن بعد انا غنزيد ليه دانون وغنعاود نطحنو. المهم هذا ما كان البنات. كنتمنى الا شفتوا الفيديو ما قلت لكم لايك البنات، ديروا لي لايك باش يطلع الفيديو طبعا ديالي شويه طلع. وكنقول لكم شكرا لكم على المتابعه والمشاهده، كنتمنى تجربوه وتقول لي في التعليق الا عجبكم العصير. المهم البنات فازت دانون، طبعا 2 حكاك ديال دانون ديال الخوخ ولا ديال شوفوا البنات كنشوف تصوير تاع خويت العصير. المهم طاب هاد العصير يعني على الخير هذاك ماشي مشكل، والله ما حيدت اللقطه، ما حيدتهاش في المونتاج، خليها كما هي. المهم عرفت مالها كنقلب ونتقلب، راه غتشوفوا ثاني غنبغي نوريكم الكيس وانا غنخوي يعني بحال الا شي عوره. المهم خليو كيما هكاك، والله ما نحيدهم. المهم هذا ما كان البنات، كنتمنى يعجبكم الفيديو. طبعا كنقول لكم شكرا على المتابعه والمشاهده، ما تنسونيش